مرحبا حبايب، شلونكم؟ اليوم راح نسوي وياكم داطلي بطريقة مختلفة. نبتدي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي قدر على النار ونضيف ملعقتين 2 3 ملاعق زيت. نضيف ملعقتين 3 شكر ونقلبهم إلى أن يشقق. نحرك به إلى أن يتكرمل السكر ويا الزيت. وهسه بدأ يتكرمل الشكر، يصير لونه ذهبي. وهسه ندير عليه واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث. نتركه إلى أن يغلي ونرجع لكم إن شاء الله. خليت القلاص الأول وهذا الثاني نقفل. وهذا القلاص الثالث ونقفل إلى أن يتماسك وياه. هسه نرفع عليه النار ونظل نقلب لحد ما يتماسك. وهسه نعجنها وهي حارة إلى أن تتماسك. نفتحها على شكل رولة ونقطعها بالحجم اللي نريده احنا. هكذا كله كمل العجينة على هذا المقاس. وهسه نشكلهم بهذا القمع المخروطي بالشكل. نكمل الباقي وارجع لكم ان شاء الله. هاي طبعة ثانية بهالشكل، نضغط ضغطة هالشكل تصير. ان شاء الله نكمل البقية ونرجع لكم ويا ما نقليه. هسه الزيت حامي. نبتدي بسم الله على نار عالية. نزل قطع الزيت الحامي. من بعدها ننصع عليه النار، يعني نسويها نار وسطية ونبدي نقلب بيه. نقلب بيه هالشكل. ما شاء الله بدأ عندنا ينفش الداطلي ويتغير لونه. بعد ما اخذ اللون
الذهبي ونخليه بالشيرة، نزله بالشيرة وهو حار. نغطسه بالشيرة زين، ونتركه على ما نطلع الوجبة الثانية مال الداطلة. وهاي سويت الشيرة تجهيز مسبق، هي عبارة عن 3 أكواب شكر وخاشوقة سكان يعني مال شاي صغيرة، ونخليها على النار إلى أن تصير بهذا القوام تثقل. وهسه ننزل هاي الوجبة المطبعة اللي سويناها بالمشبك. وهاي بالطبعة الشكل الثاني طلعته هسه من القلي. هذه الداطلي بالطبعة شوف شلون مقرمش وبطنه مستوي ومنفش. سمعوا القرشة مالته كلش طيب. جربوه كتبولي بالتعليقات. حبايبي لا تنسون لايك واشتراك، وإذا أول مرة تشاهدون قناتي أتمنى تشتركون بيها، وشكرا على المشاهدة ومع السلامة.